تعالى بقى احكي لك خناقه صغيره كده حصلت في النادي الاهلي بيقود اهم جبهه فيها حسام غالي، والناحيه الثانيه الكابتن محمود الخطيب. بسبب ايه؟ بسبب دراسه او مناقشه استمرار ريبيرو المدير الفني او لا. طبعا اكد مصدر من النادي الاهلي لموقع السوبر ان حاليا بيتم تقديم مشروع او تقديم مقترح من الكابتن حسام غالي في مجلس اداره النادي الاهلي، وهو مناقشه استمرار ريبيرو من عدمه بسبب اللي عمله الفترات الاخيره. هل هو يصلح ولا لا يصلح؟ وبعد مباراه التعادل مع مودرن سبورت هل الراجل ده ينفع ولا لا؟ واشار المصدر ان حسام غالي بيحاول يكون جبهه كبيره جدا، وبيحاول يقعد مع كل عضو على حده ويتكلم معاهم ويقنعه ان الراجل ده ما ينفعش يكمل في النادي الاهلي، الراجل ده ضعيف فنيا، المدير الفني ده لا يرقى الى انه يكون قائد لزعيم افريقيا. بالاضافه الى ان ريبيرو ليس مؤهل لطموحات النادي الاهلي، وكمان غير قادر على تطوير اي لاعب. بالاضافه الى كده صرح المصدر ان كابتن خطيب وقف امام هذا الامر، وانه رفض بشكل قاطع مناقشه هذا الامر، وان المدير الفني في النادي الاهلي لا يتم محاسبته بالقطعه او بعد مباراه او مباراتين او على هذا الاساس، وشدد على غلق هذا الامر تماما.